بالدايت ولا بالغلط؟ عشان اعالج الامساك لازم امنع اي دهون في الاكل تماما. لا ده غلط، زي زيت الزيتون مثلا، زي زيت جوز الهند، الحاجات دي كلها بتساعد على دخول الحمام وكويسه جدا جدا الامساك، ولكن بالكميه اللي الدكتور بيحدد. شرب القهوه والشاي كتير بعد الفطار بيساعد على الهضم. لا غلط طبعا، ما نشربش كميه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ده ما بيساعدش على الهضم، ده بيعمل لعبكه فظيعه جدا. الكافيين الكتير برضه بيسبب مشكله كبيره جدا، فبالراحه. الاعشاب هيساعدنا في القضاء على الانتفاخات والامساك. ده حقيقي ده دايت يحسن الانتفاخات، يحسن حركه الجهاز الهضمي، فبالتالي ده بيحسن بقى حاجات كتير قوي، بيحسن بقى الحرق ليتر اون، بيحسن مستويات السكر في الدم، يعني بيظبط كل حاجه بعد كده. اكل الزبادي في السحور بيساعد على الهضم وبيقضي على الامساك. ماشي دايت ولكن بشروط. الزبادي اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت دلوقتي بيبقى فيه عليه سكر مضاف، بيبقى مر بعمليات بسطره كتيره قوي، فبتفقده البكتيريا النافعه بتاعته. يعني نعمل الزبادي في البيت.